يا مرحبا. كيفكن؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير. لك والله اشتقت لكم كثير كثير. بعتذر منكم عن التاخير عن تنزيل الفيديوهات، بس اللي ما بيعرف انا نقلت بيتي القديم على هذا البيت الجديد، فانا كنت مشغول بنقله البيت والتظبيط والتجهيز، وكنت عم ظبط هذا الاستديو. شو رايكم بهذا اللوحه الفنيه هي؟ شو رايكم؟ اعطوني رايكم بالكومنتات. الله يبارك في عمركم. حبيبي 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 حبيبي. شو رايكم بهالكرسي؟ فخامة ها؟ حبيبي على راسي الله يخليك حبيبي الله يبارك في عمرك. المهم جد هلا ما بقى في مزح، يعني هلا باذن الله من هون ورايح كل يومين وثلاثه فيديو، كل يومين وثلاثه فيديو جديد باذن الله. المهم خلينا بالمفيد. بيقول لك المثل له بكل عرس أرز، وبطل الفيديو لليوم بينطبق عليه هذا المثل 1000%، مو 100%، 1000%، لأنه بكل ترند غنية لازم ينزل فيديو عليه، مستحيل. بطل العالم بالهشك بالشك. رواد السوشيال ميديا لقبوه بالمكهرب، لأنه هذا اللقب بيلبق عليه 1,000,000%، مو 100%، لأنه أكثر شخص رأس على التيك توك من تاريخ تأسيس التيك توك لحد الآن. بطل الفيديو لليوم عبودي المكهرب. خلونا نبلش. مبدئيا اذا انتم جداد على القناه اتمنى منكم تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد، وما تنسوا تدعموا الفيديو بلايك لحتى يوصل لاكبر عدد من الناس. اما ليش انا اخترت المكهرب بهذا الفيديو لحتى احكي عنه؟ يعني انا بصراحه حسيت حالي عم بظلمه لهالبني ادم، يعني صار حكيت عليه كذا مره بكذا فيديو، فانا حسيت حالي اني عم بظلمه. طب انت يعني جرب ادخل على صفحته، بركي في عنده هوايات اخرى من هذيك، اخرى، يعني هوايات اخرى غير الرقص يعني مثلا. فخلونا ندخل على حسابه سوا ونشوف شو في عنده هوايات. تيجي انا وانت نركب البي ام، تيجي انا وانت نشرب ال ام، تيجي انا وانت نغير مود الهاب. حبيبي عبودي، انت ايش قصتك مع الرقص؟ بس فهمني. انا برايي انصحك نصيحه مشان ما تعذب كل فيديو او كل ترند ينزل تقعد ترقص وتصور نفس الرقصه بس حط غير موسيقى، حط الأغنية اللي نازلة ترند ونفس الفيديوهات، ما في داعي. يعني نفس الرقصة بتركب على كل الفيديوهات اللي عندك، نفس الشيء. خلونا نشوف فيديو تاني. خلينا نبعد شوي عن مجال الرقص والدبك والقصص هي. خلينا نشوف فيديو تاني. ردة فعل الناس لما يشوفونا على الطريق بعد السويد. يا عبود ليك معك صورة بس واحدة. ايه ما خلصنا يا عبود بقى. ليك عبود بس بليز فيك تنزل الصوت للفيديو، هي كتير بنحبك. اجمل عبود بالدنيا والله. ردة فعل الناس لما يشوفونا على الطريق. ردة فعل الناس اللي بتشوفوني على الطريق. ياي عبودي يا جماعة والله ما فاضي عبودي فيني اخذ معك صورة؟ بس هو شو قال عن حاله؟ ياي ما ازنخه، يعني بايف حاله سنة. ردة فعل الناس لما يشوفوني على الطريق بارتو. يا عبود بعد مصور على التيك توك. فيني لك شيء انه انت بتتكهرب على التيك توك. يا عبود بليز فيني اخذ معك صورة؟ هي لك عبود 1 2 3 روح. هي بس فيك تاخذ ردة فعل الناس لما يشوف. يعني هو بيعرف انه الناس تقول عنه مكهرب. يا سلام. الله يا بطة. الله يا بطة، حتى بالحديقة بده يرقص. ردة فعل الجماعة اللي حواليه، الناس اللي حواليه كيف ما بعرف. اعطوني بس وضع العالم اللي عم تحط لايك
بس بدي افهم. جايز شوفوا اليوم شو وصلني من ميك اب اونلاين فور ايفر. اوكي جايز خلينا نفتح هلا نشوف شو وصلني من عنده. اول شيء وصلني ماسك البزاق. من اول شيء بيرطب البشره، كثير حد بالشباب والتجاعيد وبيبيض الوجه. اول شيء يا جماعه بدنا نجرب تبع البزة، هذا بشرب بشرة شباب بعينك يقطع عمرك شو بلا لازم. جايز تخيلوا انه نتركه على الوجه بس 15 دقيقة وشوف بس شكون كيف بتصير. جايز كمان وصلني ماسك ثاني. هيدا الماسك له مكونين، الالوفيرا والسويت كورن يعني حبة الذرة. على فكرة كثير جعبالي جربه لأنا أول مرة بشوف إنه في ماسك على سويت كورن، كثير جعبالي جربها، أول شيء بعرفه. أوكي الماسك الثالث، كلنا بنعرف هيدا الماسك بيحطوه تحت العيون، كثير مفيد وخصوصا اللي عنده سواد تحت العيون مثل أنا. ايش ترتيبك بالموضوع انت؟ بس بدي افهم انت ايش لك علاقه بالماسكات؟ ساهر المنذر قريبا، يعني هذا بس تجيب مليون على التيك توك بتحول لساهر المنذر. ليه زعلان عبودي؟ مين زعلك؟ قل لي بس. هالدموع اللي بحطهم فلتر، طب تعال عليهم وظبطهم خليهم حقيقيين. ليه زعلان عبودي؟ مقطوع عندك الكهرباء عبودي؟ ما عم تقدر تتكهرب؟ معلش عبودي معلش، هو هذا الفلتر بخليك تزعل. يا جماعة مثل ما توقعت في عنده هوايات غير هوايات الرقص، هي هواية التمثيل. خلينا نشوف فيديو. زوجي أنا ذاهبة. لا والله ضحكني، لا دمه خفيف والله. حلو بس تمثيل يعني. لما تشتري فيلم هندي من سوق الجمعة هذا. هول الشرطة كانوا عم يدقوا الباب مشان ياخذوا المجرم، لكن المجرم طلع من الشباك بدون ما يحسوا الشرطة. هول الشرطة كان عم بدق الباب لياخذوا المجرم. يا عليك شو قصدي. لكن المجرم تنكر مشان ما يعرفوه الشرطة، وقدر يطلع من الشباك بدون ما يحسوا عليه. الشرطة ماشي. شو؟ وين رايحين؟ رايحين السلاطة. لكن المجرم قدر يخدع الشرطة ويطلع من الشباك. الشرطة ما شافوه ولا حسوا عليه انه طلع من الشباك، بلش المجرم يتنكر مشان ما يعرفوه. هون الشرطة برموا راسهم وشافوه. لما كمل أوهان الشرطة برموا راسهم وشافوه. إياي إيش حتحبوه. كمل القصة ما تنسوا تتابعوني على تيك توك وتعملوا لايك للفيديو وتعملوا اكسبلور. تابعوني وتحطوا لي لايك. يلا شواني شو اخر الفيديو، شو بده يصير يا لطيف. ما تنسوا كمان تتابعوني على الانستغرام، كمان ما تنسوا تتابعوني على اليوتيوب، هيدا اسمائهم هون. ما تنسوا تتابعونا على اليوتيوب، هيدا اسمعونا هون. تابعونا على حساب الانستغرام. اخي خافوا الشرطة منه فكروه انه هو داب وهربوا فورا. يا شو هيك الشيء يا حوت. انا بغنى وبيا شجعنا من انا وصغير. التعليقات خليك على الكهرباء ارحم، يستر على النبي. في تعليق تاني، بدناش نكمل. ما اخذوا يلي كان عم بتكهرب. فعلا اسوأ حدا بشوفه عم يلقي قصص، خليك على الكهرباء والرقص والهز ارحم كرمال النبي. فعلا موهبة تستحق الدفن، لعن الله من ايقظها. يا رب فتحت الحلابات لا تردهم خيابات، تحفظهم علبة سردين معفنة. إلهي ربي يا رب، آمين آمين. الآن نكون وصلنا لنهاية الفيديو حبايبي، بتمنى يكون نال إعجابكم. لا تنسوا تضيفونا على حسابي على انستغرام، هذا هو أو بتلاقوه تحت بالوصف. ضروري كتير تضيفونا عليه، لأنه بالأيام الجاية رح نعمل فيديوهات مشتركة سوا، حق يعني تعليقاتكم او اسئلتكم، رح نعمل شغلات كثيره. بتمنى تضيفونا على حسابي على الانستغرام، ما تنسوا، وصفحتي على التيك توك بتلاقوها تحت بالوصف،
وهلا بدي اترككم على خير والكم، ديروا بالكم على حالكم وبشوفكم الفيديو الجاي. سلام. هون على حساب الانستغرام. على شاطئ المطبخ نظرت دجاجة كثيرة اللحم وريش مدندل.